12 أكلة ما ينفعش تروحوا تركيا من غير ما تجربوهم. أقول لكم تجيبوهم منين وكمان أسعارهم إيه. التشي كفتة حاجة ما تتفوتش من عند علي أسطى. هو حرفيا أشهر شخص بيعمل هناك تشي كفتة، ولو مهما لقيتوا طوابير لازم تستنوا وتجربوا الأكل من عنده. الساندوتش بتاعه كبير وطعمه تحفة، وكمان من أرخص أسعار التشي كفتة اللي هتلاقوها في اسطنبول. اسكندر كباب من أشهر الوجبات التركية، بالنسبة لي بجد كان أحلاهم وأتقلهم. عبارة عن بيتا بريد، لحمة وفوقيها صلصة وزبادي وبيتحط عليها سمنة سايحة، فبجد طعمها خطير. ومن أحلى الأكلات اللي هتلاقوها في كل مكان في الشارع هو الميديا، وده عبارة عن بلح البحر بيعملوا له خلطة رز، وبجد بيبقى لذيذ جدا. بس أحلى وأنضف مكان ممكن تاكلوه فيه هو ميديا سي أحمد. في اسمها ميديا زي بلح البحر كده عندنا في مصر. ماشي، في عندهم نوعين، في اللي هي العادية، في الصوص. نجرب مع بعض العادية ونفتحها كده. ماشي، ليمون كومبير من اقوى الستريت فود في تركيا، وما ينفعش تجربوه غير من اورتوكوي. شارع كله محلات بتبيع بس كومبير، وهي عبارة عن بطاطس محشية حاجات خطيرة من جوه. السميت من اشهر الحاجات اللي ممكن تاكلوها في تركيا، بس انصحكم ان انتوا تجربوه من سميت سراي عشان هو متخصص في السميت وبيعمل كل يوم سميت فريش. واحلى سميت بالنسبة لي هو اللي بالنوتيلا او بالجبنة. هو لذيذ قوي، طبعا ناشف قوي. البراك في تركيا بالنسبة لي كان ادمان تحفه تحفه. ما ينفعش تمشوا من هناك من غير ما تجربوا الكشارلي اللي مليان جبنة، بالذات من عند لافانت براك. تركيا معروفة جدا بالفطاير المحشية بتاعتها، واللي بيسموها عندهم الجزلمة. عادة بتكون محشية سبانخ، جبنة أو بطاطس، وبصراحة البطاطس كانت أحلى واحدة بالنسبة لي. وطبعا مش محتاجة أحكي عن الفطار التركي، بس لما روحت اكتشفت إن عندهم حاجة اسمها Modern Turkish Breakfast. ده بيكون فيه الأصناف العادية وكمان معاها حاجات مختلفة زي الباستو بيست والجبنة اللي بالبيريز، حاجات تانية كتير لذيذة قوي جربناها في مطعم اسمه بومبا بريكفاست كلوب. وانتوا قاعدين هناك مش هتعرفوا ما تبصوش في الارض، لانه المكان مليان سلاحف صغيره لذيذه قوي. وزي ما احنا عندنا كشري، هم عندهم تافوكلو بيلاف، هو عباره عن رز وفراخ وحمص. تركيا معروفة بحلاوة الديزرتس، ومفيش أحلى من سان سيباستيان تشيز كيك اللي ممكن تجيبوها من فيينا كعبس. حرفيا الديزرتس عندهم كلها خطيرة، ومش بس كده، هتبقوا بتاكلوا الديزرت قدام جالاتا تاور. وطبعا مفيش أحلى من البقلاوة التركية، بس التريك فيها ان انتوا تحطوا ايس كريم وتجربوا تشربوها مع القهوة التركي، وهو ده أحلى كومبو ممكن تجربوه في تركيا. إزمير بومباس بالنسبة لي كانت اكتشافة مليانة شوكولاتة وفيلينجز خطيرة، لازم تجربوها. الملبن في تركيا اسمه لوكوم، وهو ده اللي معروف بالتركيش ديلايتس. بجد الفليفرز بتاعته كلها احلى من بعض. واكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر اكلة في دول بتحبوهم، والمرة الجاية اروح اجرب ايه.